جيمس ميلنر يقصى ليفربول. جيمس ميلنر ويسجل جول. اول ضربه واول هدف لجيمس ميلنر وليفربول من امام الحارس مارك جيليسبي. طبعا عشاق نادي كارلايل خلف المرمى تشجيعاتهم كارلويل. جرينجر يستعد، جرينجر يسدد ويضيع جول. بوغدان ينقذ المرمى. بوغدان يسد اول كره في اول مباراة له مع فريق ليفربول. المجري ينقذ مرماه من ضربة جزاء الأولى. جرينجر ضيعها. هدف ل0 الآن. الضربة الأولى مهمة جدا ومهم التهديف، والأخير كذلك. أمريكان يستعد، لعب مباراة كبيرة اليوم. أمريكان اللاعب الألماني يتقدم، يسدد أمريكان. هدف في منتهى الروعة من أمريكان. يسجل الضربة الثانية لعناصر فريق ليفربول. ثقة كبيرة في النفس على طريقة بانينكا. يسجل أمريكان هدف ثاني لعناصر فريق كارلايل في تنفيذها. الكرة بوغدان كاد يسدها. الرمية الثانية هذه والتسديدة كاد يسدها حارس المرمى. تسديدة اللاعب كيليس، ثم ادم لالنا في تنفيذ الرمية الثالثة لعناصر فريق ليفربول. يتقدم ادم ضيعها. ادم لالنا يضيع الضربة الثالثة لعناصر فريق ليفربول. جيليسبي ارتمى في اتجاه الكرة من ادم لالنا التي ضيعها. ثم الرمية الثالثة الآن. لوك جويس في تنفيذ هذه الرمية. لوك جويس بوغدان يضيع. لوك جويس يضيع وبوغدان ينقذ مرماه. الهدفان لهدف واحد من 3 رميات لكل فريق. يا جويس يضيع هذه الكرة. لا، ليس هو اللي ضيعها، وإنما ادم بوغدان المجري هو سجل منها هدفين. هيثم يسجل الثالث. كاوتينيو يستعد، كاوتينيو يتقدم، كاوتينيو يسدد، كاوتينيو يضيع. كاوتينيو يضيع مرة ثانية بعد ما ضيع ادم لالنا. كاوتينيو ايضا يضيع. فرحة كبيرة عند جماهير نادي كارلايل. كان محظوظ هنا مارك جيليسبي في هذه الكرة. الرمية الرابعة لعناصر نادي كارلايل. يا كاوتينيو. ماكوين في تنفيذ الركمية الثالثة. إذا ضيعتها تخسر يا ماكوين. ماكوين يستعد. ماكوين حطها في الزاوية 90. يسجل الرمية الثالثة عناصر فريق كارلايل. سدد مصوبة كما ينبغي. هذه الرمية الخامسة لعناصر ليفربول. إنكس يستعد، إنكس يسدد ويسجل جول. يسجل إنكس الهدف الثالث لصالح عناصر فريق ليفربول. يتمكن الآن فريق كارلايل من 3 هدفان لنادي كارلايل. 5 ضربات، 3 أهداف لنادي ليفربول. إيري يستعد، إيري يضيع. بوغدان يمنح التأهل لفريق ليفربول بشق الأنفس وبصعوبة 3-2.